خد كده اما اقول لك، سيبك من الرساله اللي فوق دي يا فقير، يا اللي ما حلتكش فلوس، وتعالى اما اقول لك انت قلبك بيقع عليه كل ما بتشوفه. هو ايه بقى اللي بيحصل بعد نص الليل؟ ليه فجاه تقرر تعمل دايت وتفتح جوجل تدور ازاي تبقى مليونير في 3 ايام، وفي نفس اللحظه بتطلب وجبه كومبو وتزود بافلو صوص، وتيجي الساعه 9 الصبح تلاقي نفسك لا مليونير ولا عامل دايت، بس انت عامل مصيبه. اكتر قرار يبوظ حياه البشريه بعد نص الليل هو الاكل. تحس كده انك داخل معركه، مخك قوم كل، ضميرك امسك نفسك، بطنك مش قادر، ادوني اي حاجه اقع من طولي، وفي الاخر تضرب لك البيتزا السوبريم لارج، بس اهم حاجه البيبسي الدايت، وتنام وانت مرتاح البال. ما انت ختمت بالدايت وتصحى الصبح وتقول مين الحيوان اللي عمل كده؟ انت. ايوه انت، بكلمك انت، بص لي هنا. نيجي بقى للجريمه الكبرى، قرر انك تكلم الاكس بعد نص الليل. عارفين انتوا اللحظه دي؟ الهدوء، الفراغ، النوستالجيا، ودماغك بتقول لك رساله صغيره اطمن بس ان هي عايشه. تبعت لها عامله ايه؟ تقعد بقى تستنى الرد، ولا كأنك مقدم على هجرة. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. وفي بقى ناس بتاخد قرار انها تطلب حاجات اونلاين وهي ملهاش اي لازمه. وكلامي هنا بقى للبنات خاصه. مبدئيا لو مسكت الموبايل بعد نص الليل ولقيت نفسك بتطلبي حاجات، اقفل الموبايل ونام احسن لك. واحب افكرك ده مش وقت الشوبينج نهائي، ده وقت الندم. الموضوع بيبدا بريء جدا، يا دوب بتفتح الابلكيشن هبصي بس على حاجه بسيطه كده، فجاه تلاقي نفسك ضايفه فوق ال 17 حاجه في السله، وانت اصلا كنت داخله تشوفي سعر المناديل الثلاث طبقات. ونيجي بقى للحظه اللي بتوجع، الساعه 11 الصبح والباب يخبط. صباح الخير، ما اوردر للاستاذه مريم. استاذه مريم؟ مين استاذه مريم؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده اصلا. ايه البلاوي اللي انت طلبتيها دي يا بنت؟ وفي الاخر تفتحي الكرتونه تلاقي حاجات الشركه اصلا مش مقتنعه بيها. وبعدين انا عندي سؤال، احنا ليه بنتعامل مع الفيزا كانها فلوس ببلاش؟ ومش الفيزا بس، الفيزا وابلكيشنات التقسيط وكل حاجه لكنها فلوس من الهوا. يعني عشان فلوس مش في ايدينا مش هنحس بقيمتها؟ ما انت هتجيلي اخر الشهر وهتلاقي عليك اقساط قد كده وترجع تعيط. انا ايه اللي خلاني اعمل كده في نفسي؟ فاكر الرساله اللي في اول الفيديو؟ عموما ما تقلقش، كلنا بناخد كده نفس القرارات قبل النوم، ونقول بكره هنبدا حياه جديده، وبكره يجي وبعده ويجر بعده، والحياه تبص لك وتقول لك ورينا، قوم كده، قوم ورينا، وانت ترد بعد بكره بعد بكره. اللي محدش بيقوله بقى ان قرارات بعد نص الليل دي مش قرارات، دي مشاعر، ارهاق، مغص، وفاه سريع. فلو ناوي بقى تاخد قرار مهم استنى الصبح، ولو فكرت في حاجه بالليل اعمل نفسك مش واخد بالك. كان معاكم احمد يسري، وانا عن نفسي هاخد قرار دلوقتي حالا ان انا هبدا دايت. احمد تشيكن رانش ولا سوبريم؟ ممكن نص كده ونص كده، بس بقول لك ما تنساش بيبسي دايت. ها انا عارف انت هتقول لي. حبيبي ما تنسوش بقى تبقوا تكتبوا لي في الكومنتات بتحبوا البيتزا بايه، قصدي اغرب قرار خدتوه بعد نص الليل ايه. وما تنسوش اللايك والشير. ها باي، سلام.